السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر حراوي، رئيس مؤسسة الأمل والتنمية بهولندا. سمعنا خبر أن هناك احتمال لتبادل المعلومات البنكية والحسابات البنكية والعقارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فهذا الإجراء سيكون له عواقب وخيمة على الأول على التحويلات المالية لمغاربة العالم، كذلك الزيارات الرسمية والصيفية لمغاربة العالم إلى المغرب في فصل الصيف، كذلك الاستثمار، وكذلك العملة المغربية. لا شك أن المغرب سيفتقد إلى العملة الصعبة، مما سيؤثر على العملة المغربية. فنتمنى من الله عز وجل ونتمنى من الحكومة المغربية أن تعيد النظر في هذا القرار الذي يعتبره عدد كبير من مغاربة العالم أنه سيؤدي لا حتم إلى فقدان الثقة بين مغاربة العالم وبعض المؤسسات المغربية، لأنه يمس الحرية الفردية والشخصية للمواطن المغربي. فنتمنى من الله عز وجل أن يعاد النظر في هذا القرار، ونحن ضد الغش وضد الاحتيال مهما كان، إلا أن هذا القرار لا شك سيؤثر على مجموعة من مغاربة العالم وبالخصوص المستثمرين. فلا يمكن دفع الضرائب في بلد الإقامة وكذلك في المغرب. فلهذا نتمنى من الله عز وجل أن يعاد النظر، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.